ممكن تعمل مساكنة مثلا؟ استغفر الله العظيم، ايه المساكنة دي غير ام خالد؟ نعم نوافق ومفيش أي مشكلة. ده الأستاذ هاني سامح المحامي. أستاذ هاني سامح المحامي رافع قضية على النعجة الإخوانية اللي كانت عايزة تصلي دي. موافق على المساكنة وشايف انها مسألة حرية شخصية. المساكنة دي اللي هي دلع زنا، صح؟ حضرتك تقبل ده على بنتك او اختك؟ يا أستاذ هاني المحامي، السؤال ده إجابته بآه أو لأ، هتتفلسف هحط لك طحينة. الحقوق الإنسانية التي أتت بها الحداثة والتنوير والعلمانية. اتفلسف، أنا كنت عارف والله. الحقوق الإنسانية التي أتت بها الحداثة والتنوير والعلمانية. الحداثة والتنوير والعلمانية؟ إيه الحداثة دي؟ مش كان اسمها دياسة؟ أقبل بها تماما ولا شائبة فيها، بالعكس نفتخر يعني بها. حضرتك بتفتخر بالحمادة، بالحداثة؟ تقبل نفتخر. ان بنتك ممكن تعمل مساكنة مثلا؟ صحة وعافية يا حبيبي. رد على الأستاذ، بنتك هتعمل المساكنة دي؟ بنتك ممكن تعمل مساكنة مثلا؟ لاحقا ما عنديش أي مشكلة. لاحقا ما عندكش أي مشكلة، بس بلاش دلوقتي يعني. ودلوقتي لا، ليه الوقت متأخر ولا حاجة؟ ما عنديش أي مشكلة في إيه بس أنت مكسوف من اللي أنت بتقوله، والله لسانك مش مطوعك يقوله. يا اسطى، يا اسطى، أنت ما عندكش مشكلة إن بنتك تروح تسكن مع واحد لا يحللها ولا تحلله، ويجربوا المساكنة ويعيشوا مع بعض، وبعد كده ترجع تقول لك لا والله ما عجبنيش؟ إن كل واحدة أو كل إنسانة أو يعني كل يا استاذ امرأة. هاني، انت بتتكلم جد؟ يا فندم بتكلم جد. يعني دلوقتي، يعني بص، اصل انا لما اكون راجل بتكلم عن قضية غير لما يكون الموضوع بيمسني بشكل مباشر. احنا مش منافقين، وأنا احنا مش بسألك، منافقين يعني كهؤلاء. ينفع يا فندم حد- احنا مش منافقين ينفع كهؤلاء. حد لا، احنا مش منافقين. احنا زي ما نقبل الدياسة على بنات الناس لازم نقبلها على بناتنا، ولا نبقى منافقين لا مؤاخذة. ياخد بنت حضرتك مثلا، يقول لك احنا عاملين مساكنة زي امريكا كده، وقاعدين مع بعض وعايشين حياة الازواج، وبعد كده يجي يقول لك، او هي ترجع البيت تقول لك معلش اصل هو مشاني زهق مني. الحداثة بتوافق؟ عادي من غير أي حقوق؟ وفق الحداثة. وفقا للحداثة بقى، انت لما تيجي تعرف الناس بقى على حد تقول لهم يا حسين اللي ساكن مع امي. وفق مبادئ علم الحديث. خرابي. علم الحديث ماله يا اسطى؟ علم الحديث ماله بالدياسة بتاعتك دي يا اسطى؟ والرؤيات الحديثة. نعم نوافق ومفيش أي مشكلة ومفيش شائبة في ذلك. مفيش شائبة في يعني انت مفيش شائبة في ان بنتك تروح تسكن مع واحد ما تعرفوش ومطلع ميتين ابونا عشان الست عايزة تصلي؟